الحبايب مساء الخير. المخرج خالد يوسف يعني حب يجامل احمد العوضي او حب يبدي يعني اعجابه بيه، فبالغ شويتين. قال لك ايه بقى؟ قال لك احمد العوضي بمسلسل حق عرب بيدشن لقب البطل الشعبي في صورته الصحيحه، وهو اصبح المتحدث الرسمي الوحيد باسم الحاره الشعبيه. فبموهبته الكبيره وبنيانه الجسماني بيؤكد ان هو يعني نصير المظلومين، الشخص يعني الشهم الجدع البطل المغوار الذي والذين ما اعرفش الكلام ده كله. محمد رمضان يا استاذ خالد بيسلم عليك وبيقول لك انا موجود، انا نمبر 1 يا استاذ خالد. ده من 13 او 14 حلقه فقط من مسلسل في رمضان لاحمد العوضي، هو البطوله المطلقه الاولى ليه. كل الكلام اللي حضرتك قلته ده، يعني محمد رمضان اللي عمال يدوحر من 2014 و2015 بابن حلال والاسطوره ونسر الصعيد والبرنس والحاجات دي كلها مش عاجبك وهو مش البطل الشعبي، واحمد العوضي من اول مسلسل البطل الشعبي. يعني محمد رمضان اللي كان بيقعد الناس على القهاوي الساعه 1 و2 بالليل، والقهاوي كانها ماتش كوره، مش بطل شعبي. والاستاذ احمد العوضي عشان اشتغل معاك بس فيلم الاسكندراني بقى هو البطل الشعبي. ده انت يا استاذ خالد بنفسك لما سالوك هو مسلسل سر الباتع ما نجحش النجاح الكبير ليه، قلت عشان مش معايا محمد رمضان. انت بنفسك قلت لو كان المسلسل بتاع سر الباتع بتاعي ده بطولة محمد رمضان كان كسر الدنيا. بصوا، احمد العوضي راجل بينجح وخطواته ثابته وكويسه ولطيفه تمام كده، ومسلسل حق عرب يعني محقق، مش زي مسلسلات محمد رمضان، يعني مش زي السنه اللي فاتت جعفر العمده مثلا، ولا زي حتى البرنس، ولا قرب من الاسطوره خالص تمام. لكن الراجل ناجح وفي حته لطيفه. مش عايزين بقى ننفخ وندي الموضوع اكبر من حجمه، وخاصه النفخ في البطل او في الفنان يعني في بدايه خطوات النجاح الكبيره دي بتبوظه، بتوديه في حته تانية خالص خالص. الغرور هو مقبره النجاح. سيب الراجل ينجح. اقول الراجل عامل دور كويس ولطيف وتمام التمام، ويعني تمام الدنيا حلوه. وبعدين الاستاذ خالد بيقول في كلمته ايه بقى؟ ان اللي بيعمله احمد العوضي ده هو المسار الصحيح للبطل الشعبي، بعيد عن البلطجه وبعيد عن الحاجات يعني الوحشه اللي احنا بنشوفها في الدراما وفي السينما. نعم استاذ خالد، بطل فيلم الاسكندراني بتاع حضرتك اللي هو اخراجك وبطوله احمد العوضي، البطل بتاعه كان بلطجي، كان بيبلطج على اهل حارته وعلى ابوه، لدرجه ان ابوه في الاخر قتله. ده كان حرامي يا استاذ خالد، يعني الفلوس اللي هو كان جايبها ديت كان سارقها اصلا من بره، فلوس الماظ وحاجات كده يعني. فحضرتك بتتكلم النهارده ان ده المسلسل ده ان احمد العوضي بيعمل البطل الشعبي اللي هو نظيف، اللي هو الراجل بعيد عن البلطجه. ده فيلم حضرتك لسه ما اتشالش من السينمات لحد دلوقتي، فبالراحه شويه. يعني احنا نتكلم كده بعد 3 4 5 اعمال 6 7 اعمال لاحمد العوضي في السينما وفي الدراما، يعني البطل بقى الشعبي النظيف، مفيش مشكله. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا كنت بتكلم مع نجم كبير، نجم كبير جدا، وليه السنه دي مسلسل، ومسلسل بينافس على الارقام الاولى بالمناسبه يعني. فبقول له ايه رايك؟ قال دراما رمضان من غير محمد رمضان ولا اي حاجه. من الاخر محمد رمضان في حته وباقي مسلسلات رمضان في حته. قلت له انت بتقول كده؟ قال انا هكذب؟ اقول لك على حاجه. قلت له قول على حاجه. قال لي اقسم بالله الاغلبيه العظمى من نجوم دراما رمضان الشعبيه بيحاولوا ان هم يقلدوا محمد رمضان ومش عارفين. ينزل بالعربيات بتاعته في الشارع، الناس تتلم حواليه، فتلاقي فلان وعلان وترتان من النجوم ينزلوا بعربياتهم في الشارع عشان الناس تتلم حواليهم. ينزل في حاره شعبيه ويطلع على كبوت العربيه ويرقص، والبادي جارد يلتفوا حواليه و3000 واحد قافلين الشوارع، فنلاقي تاني يوم برضه نجم شاب بيعمل كده. فماشيين على الخطوات بتاعته بالظبط. لكن للاسف نسخ مشوهه من محمد رمضان. انا يعني قبل كده قلت ان احمد العوضي، انا اتفاجئت بلفه الجمهور حواليه والتفاف الجمهور حواليه في فيلم الاسكندراني، وان هو الراجل بقى عنده شعبيه وجماهيريه. لكن مش فكره البطل الشعبي المغوار، لسه بدري جدا، لسه بدري جدا نتكلم بعد 5 6 سنين يا استاذ خالد. انا مقدر حماسك وللراجل النجم بتاعك اللي اشتغل معاك وممكن يشتغل معاك بعد كده، لكن يعني لازم نحط الامور في نصابها. واعتقد انك انت راجل حقاني وراجل بتدي كل واحد حقه، صح كده في الفن. شكرا جزيلا.